هو اللي بتطبقه في العلاقة الحميمة. العلاقة الحميمة زي ما قلنا الراجل بيبقى الحاجة الأساسية بالنسبة له فيها الفيزيكال تاتش، والست بتبقى عايزة الفيزيكال تاتش ده بشكل تاني مختلف وما ينفعهاش من غير كوميونيكيشن أو كلام. لو اتعملت الكلام ده بقى باللي المفروض يتعمل ماشي، الدنيا هتبقى كويس. طبعا مشكلتنا الأساسية ان احنا ما عندناش تعليم، احنا بنخاف نتكلم في الحاجات دي ويا لهوي وعيب، وحتى الاهالي ما بيعلموش ولادهم فيها. مش بس ما عندناش تعليم، ده احنا ما عندناش تعليم وعندنا فضائيات يعني بتقول كلام شغاله لا عندنا لابتوب وعندنا محمول اللي احنا بنقول ان هو ضد افراز الاكسيتوسين طبعا. فعندنا منغصات بالاضافه للجهل. بص هو انت ممكن بص طبعا كل واحد يقدر يشوف الحاجه زي ما عايز يشوفها. انا اقدر اشوف الحاجات دي وسائل معلومات، المفروض ان الكلام ده معمول اخترع اساسا كوسيله ترفيه، ودلوقتي الحمد لله ميزته ان هو وسيله تنقل الناس وتديهم المعلومات اللي هم عايزينها. لكن انا بعمل بيه ايه بقى؟ هي دي المأساة الكبرى. فلما انا ببص فيه على حاجات تانية او بدور على معلومه مغلوطه او ما بدورش على معلومه اساسا بحاول اعمل حاجات تانية، يبقى انا اللي بشوه عقلي وبشوه مفاهيمي. اوكي، وده هيأثر على بيتي وعلى اولادي وعلى كل الناس اللي حواليا وعلى المعلومه اللي انا هربيهم عليها. جميل. الميزه بقى ان ده للاجيال الجديده في امل كبير جدا، لان انا شايفه الاجيال الجديده عندهم قدر كبير من الوعي والادراك وعندهم فهم، بيحاولوا يفهموا نفسهم، بيحاولوا يفهموا ايه الاخطاء اللي الناس وقعت فيها، وبيدوروا على معلومات حقيقيه، ما بيدوروش على كلام فاضي او على شويه صور او على مش عارف ايه، بيدوروا على علوم، عايزين يتعلموا، عايزين يحسنوا. وده اللي يقول لنا اللي هو برضو ان مع العسر يسر او ان بعد العسر يسر. كل الامم وكل الدنيا بيحصل فيها دروب جامد جدا جدا وكساد وفساد وبلاوي عشان تقوم، عشان تصحح المسار، عشان تعرف ان الحاجات اللي واخدينها قبل كده مش شغال، محتاجين نعمل حاجة جديدة وديفلوب. جميل. بالكلام الجميل ده يبقى في جرعة امل وفي لغات مختلفة للحب بننبه اليها، ونكمل بعد الفاصل. ماشي. بين ايديك انا بنسى روحي، بين ايديك صعب اعيش في الدنيا دي الا بيك. بين ايديك انا بنسى روحي، بين ايديك صعب اعيش في الدنيا دي الا بيك. كل يوم بيفوت عليا حبي ليك بيزيد شوية، كل يوم بيفوت عليا حبي ليك
فش غلك مع دكتور أحمد عبد الله وإعداد رغدة يحيى على راديو حريتنا. رجعنا تاني والوقت معاكم بيجري حقيقي بسرعة، لانه احنا بنبقى جايين مش بس بنفش غلنا، لكن بنعتصر ليكم خبرات كتيرة من ضيوف عندهم باع وعندهم شغل وخبرة وتجربة في مجال المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. فعندنا كلام كتير قوي والوقت دايما بيبقى قليل، فبنحاول نوفق ما بين الاتنين ويا رب نقدر نكمل في مرات قادمة. ياسمين، كنت بتقولي الراجل كمان محتاج او عاوز في العلاقة مع الست حاجات تانية، وبعدين لما جيتي تحددي انت عاوزة تقولي ايه اخترتي حاجات غير اللي انا عاوز اقولها. طب اختار انت وانا هوافق معاك عشان هجاملك. لا، ماشي. لا والله ابدا ابدا. انا هبدأ باللي انت لا 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 خلاص، ما انا رجعت نفسي فانا موافقه لا معاك. بجد هبدأ باللي انت اخترتيه لانه برضو مهم، وان كنت انا عاوز انتهي باللي انا عاوزه. خلاص ماشي. اختياراتي من الكلام اللي انت قلتيه. اتفقنا. انت كنت بتقولي الثقة. الراجل بيبقى محتاج انه يشعر ان الست واثقة في قدرته على القيادة بشكل عام، على إدارة البيت بشكل عام، وحل المشكلات يمكن بشكل خاص. طيب انا في الإدارة ما بقول ان دايما في اتفاق. يعني ايه اللي يصلح اسمهم ايه بقى، لحسن ونعيمة لا يصلح لسنية وحسني مثلا او اي حد تاني. يعني ايه؟ يعني العلاقة الزوجية حسني بالذات يعني ايا كان يعني تمام. العلاقة مش هايدي ايا كان يعني، بس عاوز تقول ان العلاقة بين اي اتنين في الدنيا، عارف لو انا عندي احمد ومعاه عنده منى او عنده مين اللي قلت عليها هايدي، احمد مع منى علاقته شكلها واطارها يختلف عن احمد مع هايدي. عمره ما هيكون نفس الرجل. تمام. ولا هتكون عنده نفس الصلاحيات. ماشي. خلاص. فالعلاقة دي ونتفق على القيادة امتى وفين وازاي وليه، دي اتفاقات. طيب دي حوارات. قصدك بالتراست ايه؟